بيكم في فيديو جديد. بما ان رمضان ما بيحلاش غير بالكنافة، قررت اعمل لكم كنافة خطيرة بجد خطيرة. الميكس ده مع بعضه تحفة. هنعمل التوبنج اللي يجنن ده اللي ودى الكنافة طعمها في حتة تانية خالص. يلا بسرعة تعالوا نشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير. اول حاجة اجيب بولة واحط كده الكنافة، ده نص كيلو كنافة. هبدأ بقى ايه، هو جاي لسه فريش طازة مش مطلعه من الفريزر ولا حاجة. هبدأ بقى ايه افتته بايدي كده وافصله عن بعض، اي حتة ماسكة في التانية بفصلها عن بعض. خلاص بعد ما خلصت الكمية بالطريقة دي هضيف حوالي ربع كوباية من السكر البودر. لو مش موجود سكر بودر او مكسلين تطحنوا ممكن تحطوا ربع كوباية من السكر الناعم. هبدأ بقى اخلط الكنافة مع السكر كويس جدا لحد ما يبقاش فيه سكر معايا. شايفين في سكر باين في الكنافة اهو. انا ببدأ اهو احاول اوزع السكر مع الكنافة لحد ما يبقاش باين معايا. دلوقتي انا جايبه صينيه مقاس 30، ممكن انتوا تعملوها اصغر من كده بس هتطلع الكنافه معاكوا سميكه. لو انتوا عايزينها رفيعه شبه اللي في الفيديو اعملوها في مقاس صينيه كبيره شويه. حطيت مقاس صينيه يكون اصغر من اللي انا اشتغلت فيها علشان خاطر اكبس الكنافه معايا كويس جدا. دي نص كوبايه سمنه على زبده، وهبدا بقى اسقي الكنافه كده لحد ما تتشرب كلها بالسمنه. هدخلها الفرن على الشبكه اللي تحت على درجه حراره 200. اول ما تتحمر من الجوانب هولع الشوايه تبقى كده جاهزه معايا. دي كوبايه مربى الحليب، انا لسه مورياكم العلبه لو انتوا هتجيبوها جاهزه. حطيت عليها ربع كوبايه من الميه وهقلب لحد ما يبقى قوامها بالشكل ده. هضيف عليها دي نص كوبايه من الكريم شانتيه، بس الكريم شانتيه ده مش خام، انا ما كانش متوفر معايا خام. انت لو استعملتي خام هيبقى احلى، ممكن تستعملي معلقتين او 3 بالكتير من الكريم شانتيه، مش هتستعملي نص كوبايه. انا عايزه القوام يبقى سايل بالطريقه دي. هاخدها بقى على التلاجة على ما الكنافه تطلع من الفرن. شايفين قوامها سايل. اول ما الكنافه طلعت من الفرن وهي سخنه نسقيها بشربات يكون بارد. اللي على الوش ده دي معلقه سمنه بلدي كنت حطاها في الشربات. خلاص انا قلبتها بقى على الجنب التاني وقدمتها كده في طبق، وجبت الكريمه بتاعتي من التلاجة. شايفين مسكت نفسها شويه بس مش جامده، هي سايله شويه. هبدا بقى افردها. اللي مش عارف طريقة الشربات بتاع الكنافة هقول لكم على الطريقة. كوبايتين سكر وكوباية ونص من المية وعصرة ليمونة وفي الاخر فانيليا. بعد الغليان ب10 دقايق على نار هادية بطفي النار واحط الفانيليا وكده يبقى جاهز معايا. دلوقتي انا زينتها طريقة سهلة جدا. حطيت على الوش كراميل، وحطيت على الاجناب بسكوت يكون مطحون، وبقى شكلها بالطريقة دي سهلة واي حد ممكن يعملها. والتوبنج بمكونين فقط وطعمها بجد كان جميل جدا. ميكس الكريمة مع الكراميل مع الكنافة عمل طعم رهيب. بجد جربوها هتعجبكم. ومكوناتها مش كتير ومش مكلفة جدا ولا حاجة، سهلة جدا. شايفين؟ وممكن الكراميل اللي ما تشتروش من بره اعملوه في البيت. هعمل لكم الطريقة ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. شايفين شكلها تحفة ازاي وطعمها كان جميل. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ولو بتتابعوني من على الفيس ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة وانتظروني في وصفات جديدة وافكار جديدة.